السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من ضمن الحاجات اللي الناس أخد عنها فكرة غلط أو الميكانيكي فهمها إن مثلا البوجيه الثلاث شمعات أو الاتنين شمعة بيطلع شرارة أكتر من الواحد شمعة، أو البوجيه اللي هو فيه 3 أقطاب أرضي، لأن زي ما احنا شايفين ان هو القطب ده راكب على الارضي، ملحوم في الارضي. نفس الكلام هنا، القطب ده ملحوم في الارضي او في الجزء السالب اللي بيتربط في جسم الموتور اللي بيعتبر ايرث او ارضي او جراوند. ان زيادة عدد الاقطاب الارضي دي بتزود عدد الشرارات اللي بتحصل جوه الموتور. طبعا دي فكرة غلط جدا. الفيديو ده عملي هيوري لك ان الشرارة بتطلع لقطب واحد فقط، لان الشرارة اساسها القطب الموجب او البوزيتيف الكترود اللي في النص هنا او هنا، فهو قطب واحد. وكمان اساسها الاجنيشن كويل او المبينة اللي بتطلع شرارة واحدة بزمن معين بيحدده حساس الكرنك اثناء دوران ترس الكرنك. عشان كده حساس الكرنك لما بيبوظ العربية ما بيكونش فيها كهرباء نهائيا في البوجيهات، يا اما لو السلك بتاع حساس الكرنك اتقطع منه طرف بيقطع طرفين في المبينة. ده في حالة ان العربية مبينة كهرباء مش اسبراتير. تمام. عندنا في العربيات الاسبراتير بيكون مبينة منفصلة وبتاخد منها طرف الكهرباء ده بيروح على الاسبراتير، والاسبراتير بيقسمها من خلال الشاكوش اللي جوه الاسبراتير اللي بيوزع الشرارة على ال4 مخارج بتاعة الاسبراتير، يعني على ال4 بوجيهات. طيب هل البوجيه ده بيطلع شرارة اكتر من ده؟ هنشوف دلوقتي. احنا هنشغل دلوقتي اهو زي ما احنا شايفين. تمام. الشرارة واحدة هنا واحدة هنا. طبعا دي مش شرارة واحدة، يعني دي شرارات بسرعة عالية جدا فبتطلع بشكل الخط المستمر ده. تمام. البوجيهين دول جداد، الاتنين من شركة بوش، يعني انا حبيت يكونوا الاتنين من نفس الشركة المصنعة والاتنين نفس بلد المنشأ. بس ده بتاع سيارات فولكس فاجن وده بيركب في عربيات تانية. تمام. طيب خلينا نشوف المنظر من فوق كده. احنا خلاص شفنا ده ان هو البوجيه بيطلع شرارة واحدة من القطب الموجب للقطب السالب، بس المفروض ان ده بيطلع 3. ده المنظر من فوق. زي ما احنا شفنا كده. طب ليه في بوجيه ب3 اقطاب ارضي وهنا قطب واحد بس، وفي ليه ب2 وب4 غير ال3 وال1؟ بيكون بيرجع الكلام دوت لتصميم غرفة المحرك من جوه، وبيرجع لدرجة الحرارة بتاعة غرفة المحرك لانها بتختلف من موتور للتاني، وبيرجع كمان للتكنولوجي اللي كانت موجودة ايام ما الموتور ده نزل. بعد كده متسمعش كلام الميكانيكي لما يقولك ركب 3 شمعة احسن او 2 شمعة احسن او 4 شمعة احسن. لو انت حابب تحسن من اداء الموتور استعمل بوجيهات بنفس كود المحرك من الشركة اللي انت بتحبها، سواء كانت NGK دينسو بوش. المهم تكون مطابقة للمواصفات بتاعة موتورك، المهم انها تكون متوافقة مع موتورك ومع نظام الاجنيشن عندك.
لان احيانا بتختلف في المقاومة. يعني مثلا ال3 شمعة ده المقاومة بتاعته 3 كيلو اوم، الواحد شمعة ده المقاومة بتاعته 6 كيلو اوم. فده بيركب على منظومة وده بيركب على منظومة تانية خالص. الاتنين يركبوا مكان بعض، الاتنين نفس المقاسات، بس في فرق في الجاب وفي فرق في المقاومة. فحابب تحسن من اداء عربيتك، ركب إيريديوم او بلاتينيوم، بيعيش وقت اطول وفي نفس الوقت معدل التآكل بتاع الاقطاب فيه اقل، لانه مصنوع من خامات اكثر جودة من النيكل او من الكوبر كور. فبالتالي هيديلك عمر افتراضي اطول، يبدأ من 3 سنين وحتى 5 سنين في الإيريديوم، 3 سنين في البلاتينيوم. اما البوجيه العادي الستاندرد سواء ده او ده حتى لو 3 شمعة، فهو فترة التشغيل بتاعته من 20 ل 30 ألف كيلو متر أو سنة كحد أقصى. متسمعش كلام الميكانيكي بتاعك، خليك ماشي مع الكتالوج بس.